صح، انا كان عندي مشكله في رجلي من التطعيم. اتطعمت غلط، وحده صحيه بقى وكده، فاتطعمت غلط. مش غلط، الله اعلم، انا امم. اتطعمت صح بقى غلط. المهم رجلي باظت، يعني رجلي خلاص يعني، وانا عندي في الحته دي كده لغايه دلوقتي في زي عارف زي المكوه كده، يعني حد يكوي رجلك انها اتكوت فعلا. امم. امي بقى بتحكي لي وانا صغير طفل يعني صغير. فالمهم لما تطعيم بقى حصل يعني حاجه بعد حصل التطعيم، مشكله، ورم او حاجه؟ فرحنا بقى لدكاتره كتير، وخالتي الله يرحمها جابتني مصر هنا، ودكاتره قالوا لها دي مشكله كبيره جدا، والولد صغير وحرام يبقى فيه بتر وكده. اه. فلا يعني مشكله كبيره يعني. اتجه بقى معظم الدكاتره لازم بتر. اه. فجت واحده كده اللي هي عارف انت اللي هي زي الدايه كده، اه. قالت لها دي لازم تتكوي. اه. قلت لي يعني، قالت لها يعني ايه لازم تتكوي؟ قالت لازم تتكوي، بس هيقعد فترة طويلة جدا ما يحركش رجله. اه. سبحان الله. اه. فالمهم امي طبعا ما قدامهاش غير انها تسمع كلامها، يعني ما ما هو هو كده الدكاترة كده بيقولوا مش قطع خسرانين حاجه. بتر رجلي يعني، اه. فاهم؟ فبرافو عليك. فالمهم جت الست ما اعرفش بقى بطريقة يا ما. ربنا. اه ربك سبحانه وتعالى بقى. فراحت جاية ومسخنة حاجة كده على النار، وراحت حطها على رجلي وطبعا انا مسكت السقف، امي بتحكي لي بقى. طبعا، ما انا لا والله ما فاكر الحاجات دي لا على بنج فكرة، ولا غيره يا كابتن. لان انا كنت في بنج مين؟ بنج مين يا عم؟ يعني زي الافلام بتاعت اه الكفار والله كده. العظيم فعلا. اه، اه فعلا. احرقوهم بالنار. اه. قعدت بقى حوالي يمكن شهرين ونص 3 شهور اه، ما اعرفش كتير. احرك رجلي، اه. فاهم؟ لغايه لما خفت خالص الحمد لله، الحمد لله. فاهمني؟